السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت طريقة جديدة حلوة اوي للبانيه وعملت الأكل كله في 5 دقايق بس. بصوا هنا كان نص بانيه، قطعت 3 قطع منهم ستريبس اللي هما الحتت التخينة، خدتها عملتها ستريبس وهقولكوا بقى هعمل بيها ايه تاني، هعمل بالباقي ايه. وعملت طريقة للمكرونة سهلة جدا وحلوة اوي هتعجبكم. هنا كنت بقطع الستريبس بتاع البانيه، هقطع ال3 قطع بنفس الكمية. طبعا هنا كان بيبقى فيه مثلا حتت عاملة زي الجلد كده بتبقى ناشفة، بشيلها على جنب بستبعدها. والبانيه ده انا كنت غسلاه كويس ونقعاه في مية بليمون وملح وكده عشان نضيع منه اي ريحة زفارة. البانيه اول ما بنجيبه لازم بنغسله كويس جدا وننقعه زيه زي الفراخ العادية، تمام. عشان انا شوفت ناس بتشطفه بس وبتستخدمه كده، لأ كده بيبقى فيه طعم زفارة وحش جدا. جبت هنا بضاية، هحط عليها حبة من بهارات الفراخ، حبة من الملح، حبة من البابريكا وحبة من الفلفل الأسود، وهبدأ ان انا اضربهم كلهم كده مع بعض. دي بهارات الفراخ طبعا انا كنت عاملاها معاكوا قبل كده، حبة من البابريكا. وهقوم جاية مقلباهم كده في بعض كويس اوي علشان كل البهارات دي تتخلط مع البيض والصفار كمان يتجانس معاهم وكله يبقى مع بعض. هجيب الستريبس اللي انا كنت عاملاها اقلبه فيها، والبانيه الباقي انا سيبته بحاله ده الرفيع عشان احنا مش بنحب البانيه التخين، فباخد التخين ستريبس والرفيع ده بقليه زي ما هو كده بحاله. دي كانت احلى واسهل طريقة بجد للاكل النهاردة، كان تحفة بجد وكان طعمه حلو جدا. جربوها وجربوا طريقة المكرونة بتاعتي وادعولي. هنا كنت تبلت البانيه وسبته بقى ركنته بقى لحد قبل الفطار كده بشوية وبعد كده قليته. اهم حاجة ندخل البيض وكل البهارات جوه البانيه عشان كله يتشرب من نفس التتبيلة، تمام. هنا بقى كنت غليت مية وحطيت فيها المكرونة، طبعا المكرونة اي شكل انتوا تحبوه، وهقوم جاية حاطة عليها ملح وحبة زيت وهسيبها لحد ما تتسلق. اسهل اكلة ممكن تعملوها والله ما خدت مني وقت، 5 دقايق وكنت خلصت كل حاجة. ده فيجيتار، حطيت عليه حبة دقيق علشان يخلي الطبقة الخارجية للبانيه حلوة، يعني يخليها كبيرة ويخليها سميكة كده، يخلي القشرة اللي من فوق كده عالية. الدقيق بيخليها كمان مقرمشة حلوة اوي. هعفر كل كمية البانيه والستريبس اللي معايا بنفس الطريقة. على فكرة الأكلة بتكفي حوالي 4 أفراد أو 5 أفراد. نص كيلو البانيه ده وما بنقطع منه الستريبس بيرمي كتير، فدي برضو حاجة اقتصادية كويسة. يعني انا عارفة ان برضو كل حاجة غالية والبانيه غالي وكله، بس اهو بنحاول ان احنا نعمل اكلة تكفي افراد ياما يعني. هعفر كل كمية البانيه اللي معايا و... وبعد كده بقى يعني كان كل ده والمكرونة بتتسلق. بصوا بقى الكمية طلعت معايا قد ايه، ده غير بقى انها في القلية، يعني اما بتتقلى وكده ونقسمهم على طبقين لو عندنا ضيوف او حاجة بتدي كمية كبيرة يعني. هنا بصوا بقى كان شكلها خدت اللون الذهبي وطبعا المكرونة كانت اتسلقت وخلصت. هاخدها اطلعها على مناديل واسيبها تتصفى من الزيت بتاعها المناديل. انا هنا كنت حطيت مرة تانية من البانيه علشان اخلص نفسي، يعني عشان كان خلاص الاذان قرب يأذن. جبت بقى هنا حوالي معلقة سمنة، وهبدأ ان انا اخد المكرونة اللي انا كنت سلقاها هشوحها في السمنة، وهقوم جاية احط عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، مش هزود ملح يعني عشان متحتقش مني اوي. هنا كانت خلاص السمنة سخنت، هقوم جاية نازلة عليها بالمكرونة وهحط عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وهقوم جاية مشوحاها كده في السمنة ومغطية عليها وسايباها على نار هادية لحد ما تسخن كلها. طبعا اللي حابب يضيف على المكرونة جبنة تركي يضيف، انا ضفت في الاخر جبنة تركي على الطبق واتقلبت الجبنة التركي في الطبق، يعني في طبق الغرف وكده، فساحت من السخونية بتاعة المكرونة. هقوم جاية بقى موطية عليها بقى النار خالص
وسايباها بقى لحد ما تسخن خالص وتبقى موجوجة كده من كتر السخونية. هطلع بقى البانيه دوت وهحط مرة كمان علشان اكون كده خلصت الكمية اللي معايا. كانت بقى لسه المكرونة على النار، كانت بتبدأ تسخن. هحط بس المرة بتاعت البانيه ديت وهقولكوا بعد كده بقى هعمل مع المكرونة ايه. هحط بقى بصوا هنا هي رشة الملح، عليها رشة الفلفل الاسود، واقوم جايه بقى مديها تقليبة محترمة كده حلوة، وهحط الشياطة اللي هي بتمنع ان الاكل يلزق او ان هو يشيط او كده وتخليه يسخن على مهله. اصلا ريحة المكرونة وريحة البانيه كانت طالعة جنان، ان شاء الله تجربوها وتدعولي يعني. انا هنا خلاص كنت خلصت وغرفت الاكل عشان كان خلاص وقت الفطار. يا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكوا ويكون الاكلة بتاعت النهاردة تبقى سهلة كده عليكوا. بصوا اهي الجبنة التركي اللي انا حطيتها. ولو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. مع السلامة وسبتكوا في رعاية الله وحفظه.